والله غلابة ومساكين، يا بخضر يا بخضر يا بوتنين. والله غلابة مساكين، يا اصفر يا ابو اثنين، يا اصفر يا ابو اثنين. والله غلابة مساكين، يا اصفر يا ابو اثنين، يا اصفر يا ابو اثنين. ما احنا كده العرب يعني. بصوا احنا في الحلقة دي احنا هنقول النتائج كده على السريع، وفي كلمتين كده ايه يعني نتعلم منهم كده بعدين للبطولات اللي جاية. ده بالنسبة للعرب. فلو وصلك الفيديو انزل اضغط اللايك كلمتين، ايوه انزل على اللايك حالا بلا فلا، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد معانا ومعاكم الميكانيكي لتحليل مباريات كاس العالم بشكل ساخر. يلا بينا. معانا اول ماتش الدنمارك واستراليا. الدنمارك واستراليا انت بتتفرج على مجموعه غريبه، مجموعه ان هو المفروض كانت الدنمارك هي اللي تصعد. الدنمارك ما سجلتش في دور المجموعات غير هدف واحد. الدنمارك ودعت البطوله بشكل رسمي بعد ما كسبت استراليا عليها 1-0. بتبص على الماتش التاني، ماتش فرنسا وتونس. انا قلت ايه في حلقه امبارح؟ قلت ان لو فرنسا نزلت استهونت بتونس يا رب المنتخب التونسي يكسب. وبالفعل المنتخب التونسي كسب عشان استهتار المنتخب الفرنسي، وعشان المنتخب التونسي ظهر بشكل احسن. خلصنا من المجموعه دي، خلصنا من المجموعه دي. شوف المجموعه اللي بعدها عندك الارجنتين، بولندا، السعوديه والمكسيك. ولما تبص على الطموح والعرب، واحنا كلنا في ظهر السعوديه، واحنا خلاص يعني السعوديه المفروض هي تكسب المكسيك والارجنتين تكسب بولندا، والارجنتين والسعوديه يصعدوا مع بعض. ولا حاجه ولا الهوا. قولوا له البس النظاره، ايوه الدنيا دواره. قولوا له البس النظاره. ولا الهوا يا بخضر يا ابو اتنين. يعني احنا كده، احنا بنبص في مشكله عند العرب. ايه المشكله اللي عند العرب؟ المشكله ان احنا بنعمل ماتش يعني بيبقى كده فلتة، تمام، او ماتش زي هو طفره او زهره، تمام. انت خلاص انت كسبت المرشح الاول لكاس العالم، فانا خلاص انا جامد، انا اثبتت العالم خلاص ان انا جامد، فانا مش محتاج ان انا اكسب الماتشين الباقيين، مش محتاج ان انا اصعد اصلا. خلاص انا جيت اخدت هدفي اللي انا اساسا ما كنتش مخطط له. يعني مستحيل المنتخب السعودي كان مخطط انه يكسب الارجنتين. وفوقكم من الفيديوهات اللي كانت منتشره اللي هو هنلعب وهنكسب، حلو الشغل الحماسي، وهيرفي رينار مدرب كبير وحماسي وكل حاجه، بس مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. السعوديه ما كانتش مخططه ان هي تكسب الارجنتين، وتونس نفسها ما كانتش مخططه ان هي تكسب فرنسا. والله حظ المنتخبات العربيه ده تبص عليه في البطوله غريب جدا. يعني انت بتكسب الماتشات اللي انت المفروض تخسرها عادي، ان انت من المنطق ان انت كسعوديه هتخسر قدام الارجنتين وكتونس هتخسر قدام فرنسا، ده طبيعي. يعني انت بتخسر، يعني انت بتكسب الماتشات المفروض تخسرها، وبتخسر الماتشات المفروض تكسبها. ده حاجه كده ايرور. يعني هو انت ايه هو ده؟ يعني انت كتونس تخسر من استراليا عادي اللي هي متاهله ملحق، والسعوديه تخسر من المكسيك اللي هي المفروض اخر المجموعه كانت. حظوظ العرب غريبه 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 جدا. وده يعلمنا حاجه. يعلمنا ايه؟ يعلمنا ان فيما بعد المنتخبات العربيه ما تحتفلش مبكر، ما تحتفلش بدري، ما تفضلش اللي هو ايه، لا انا عملت اللي انا عايزه خلاص من الماتش، لا ما يهمنيش بعدين. غلط غلط. عقلية الاستمرارية، ودي حتة المنتاليتي اللي كان بيتكلم عليها محمد صلاح دايما في مؤتمراته ولقاءاته. المنتاليتي بتاعت اللعيب العربي بتختلف تماما عن اللعيب الاوروبي. اللعيب الاوروبي هو عنده تعطش دايما انه يكسب، عنده تعطش دايما ان هو يكون الافضل. اللعيب العربي احنا بتوع اللقطة، احنا نحب دي، نحب الشو، نحب اللقطة، ناخدها خلاص، احنا خدنا اللي عايزينه، انا متكيف ناو، انا خدت اللي انا عايزه، مش عايز حاجة تاني خلاص. المنتخب السعودي بيطلع من البطولة على يد المكسيك بعد ما المكسيك كسبت 2-0 بهدفين، واحد من ركنية وواحد من ضربة حرة. مباراة تبص على جول 2-0. العويس ما عملش حاجة، لا بالعكس، العويس كان نجم المباراة من جانب المنتخب السعودي. يعني وسالم الدوسري ما شاء الله جاب هدف ملوش اي لازمة، زي اهداف واحد صاحبنا كده برضو كان جاب هدف ملوش اي 30 لازمة برضو، ما عملش حاجه. المنتخب الارجنتيني والمنتخب البولندي، الارجنتين وبولندا. ولما تيجي تبص على ميسي وضياع ركله الجزاء اللي ضيعها كده، تقول لا يعني مش عارف، تحس ميسي مالك، انت متوتر ليه؟
انت متوتر ليه؟ دي انت بتلعب بولندا، ده حمل عليك ان انت المفروض هتصعد منتخبك عشان يصعد برصيد 6 نقط، يصعد اول مجموعه وتبعد عن سكه فرنسا خالص. بس انت في حاله من التشتت غريبه يا ميسي، غريبه بجد. يعني انا مش بلومك عن ان انت ضيعت ضربه جزاء، هو تشيزني حارس عملاق صد ضربتين جزاء، واحده من سالم الدوسري واحده منك انت، بس ضربة جزاء المفروض ما تضيعش. واحد نجم زيك انت ضيعت كتير، لا، مرحلة في وقت انت ما ينفعش تضيع فيه، محتاج كل ذرة تركيز ليك. ما علينا. الارجنتين كانت ضاغطة، الارجنتين كانت بتروح، الارجنتين كانت خدت في فترة كده في الماتش انت بتبص على الارجنتين هي بتلعب على الوقف، هي بتلعب باصة في الثانية في الثالثة في الرابعة، وحالة من الهدوء في اللعب، درجة الواحد يعني كان عايز يقلب على الماتش، بس لولا ما هو بيشجع الارجنتين فما ينفعش يعمل كده. بس المهم يعني جه ماكاليستر حط الهدف الاول، وجوليان الفاريز الهدف الثاني بشوطه رائعه جدا من جوليان الفاريز عشان الارجنتين تكسب 2-0 وميسي ياخد رجل المباراه، ولكن يتنازل ليها الماكاليستر عشان ماكاليستر هو اللي كان سبب في يعني شويه في انتفاضه الفريق شويه، وان هو فاق من الحاله اللي هو فيها، حط الهدف الاول، كان اداؤه متميز جدا في الملعب. بس تعقيبا على حاجه تاني بقى، شفت لما بدات بانزو فرنانديز وشك نور ازاي؟ شفت انت لما كان نص ملعبك انزو فرنانديز وماكاليستر وديبول، وشك نور، بتلعب بتروح في حلول هجوميه اكتر، مش معتمد بس على ميسي ودي ماريا ولو طاروا، انت ريحت لو طاروا. يعني نفكر شويه يا سكالوني عشان انت هتطلع دين ابونا معاك. ده جاي يحرق دمي ياد، انت جاي تحرق دمي ياد، غور عشان احط مبروك المنتخب الارجنتيني صعوده عشان يقابل المنتخب الاسترالي. المنتخب البولندي هيصطدم يا ليفاندوسكي، هتصطدم بالمنتخب الفرنسي، وربنا معاك يعني، ورب ما تشيلها سكور. ودعوا يا لمبي. اشوف وشك على خيرة الله. اللي هو فيه ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ ان لله وانا لا راجعون يا ابو صلاح. لمبي يا لمبي. المنتخب الارجنتيني بنأمل في ان هو يعدي استراليا وما يعكش كتير في الماتش، عشان احنا الواحد مش حمل ضغط اعصاب، عشان كفايه اللي وصل له لحد كده في دور المجموعات. اتمنى برضو من المنتخب الارجنتيني يحسن اداؤه في الملعب. وده كان وجهه نظر، المهم حاجه وجهه نظركم انتم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتابعوني في كل جديد. سلام عليكم.